السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم كاسك يا وطن. اليوم بشرح لكم شلون تنزل سيدي على إصدار 501. الطريقة جدا سهلة، بس تحتاج تركيز واتباع الخطوات. شوف الخطوات سهلة، بس تتبعها إن شاء الله تنزل عندك. في رابط موجود في اليوتيوب تحت، تاخذ الرابط وتدش على الرابط، راح يفتح معك الرابط كذي. هذه الصفحة تشوفونها. اوكي، انت تختار الاختيار اللي قبل الاخير حق الويندوز، واللي فوقه حق الماك. تنزله عندك موجود، شوف الشاشة تنزله عندك، راح ينزل عندك ملف مضغوط. تبطل الضغط وراح يطلع معك الصفحة كذي. تروح لآخر اختيار وتضغط عليه. الحين تبدأ عملية تنصيب الجل بريك. تضغط على كلمة جل بريك، تشوفها. اوكي، الحين بقول لكم الخطوات وبسويها وياكم. الخطوة الأولى راح تطلع لك 3 ثواني، عقب ما تضغط نكست راح تطلع لك 3 ثواني. بعد ال3 ثواني تضغط على الهولد والباور. الهولد الدقمة اللي فوق والباور اللي تحت، تتم ضاغط عليهم، راح يطلع لك 10 ثواني. بعد 10 ثواني تشيل صبعك اللي فوق عن الباور وتتم ضاغط على الهولد، راح يطلع لك عداد تحته. عقب ما يخلص تشيل صبعك عن الهولد. تبدأ عملية تنصيب السيديا. طريقة جدا سهلة، والحين بسويها وياكم، وتابع الخطوات عشان ان شاء الله ما تغلطون. الحين نضغط نكست، شوف 3 ثواني. الحين ضغطت على الباور والهولد يا بعض، شوف العداد 7 6 5 4. اوكي، الحين اشيل صبع اللي فوق عن الباور واتم ضاغط على الهولد، شوف العداد اللي تحت لما يخلص. الحين اشيل صبع عن الهولد واترك الايفون. تبدأ عملية تنصيب، تشوف واضح عملية التنصيب. لما يطلب مني انستول سيديا، شوف الحين انستول سيديا، اعطاك اياه حاط صح، اضغط نكست. الحين يبدأ التنصيب. الحين لا تفصل الايفون عن اللابتوب، راح تبدأ الحين تطلع وياك شاشة سوداء، يطلع كلام من تحت. لا تخاف، ما راح يكون فرمته ولا شيء، ولا تروح بياناتك ولا شيء، بالعكس السيدة قاعد تنزل. اترك الجهاز، راح يطلع لك كلام باللون الأبيض من تحت لفوق يطلع. اتركه، الوضع جدا طبيعي. أنا قاعد أتبع الخطوات وياكم. بعد ما تنتهي هذه راح تطلع لك على الآيفون رسمة أناناسة قاعد تركض رياضية، ويبدأ تشوف تحت قاعد يعبي تحت الأناناسة. يا عيني على الأناناسة. طلعت عندي الحين، وتترك لما يخلص، لما يطفي الجهاز ويشتغل مرة ثانية. إذا شفت الجهاز يشتغل مرة ثانية نبدأ الخطوة الثانية اللي هي السيديا. الحين نبدأ نشرح. بعد السيديا، نزل السيديا عندك الجهاز، تضغط على السيديا وتبطله. الحين يبدأ عندك بالسيديا فوق
تنصيب البرامج. اتركه لما يخلص، لما تشوف العداد هذا اللي قاعد ينزل صح، لما يخلص، لما يوقف. طبعا انا منزله عندي وخالص، بضغط كنسل. الحين احتمال الجيل بريك هذا غير مقيد، بس اذا كان مقيد تنزل البرنامج هذا. شوف قدامكم الشاشة، إذا كان مقيد تنزله على أساس يخلي لك إياه غير مقيد. تسوي له انستول وتنزله عندك. بعدين نبدأ عملية إضافة السورسات. تروح الماجيك تحت، راح تطلع لك الصورة هذه، تختار اللي بالنص اللي مكتوب سورس، تضغط عليها، بعدين تضغط على edit، وبعدين على add عشان تضيف السورس. الحين يقول لك ادخل السورس. طبعا انا راح اعطيكم سورسين. السورس الاول حق الانستولز تنزله اللي هو سيدي هاك يو اس، تنزله هذا وبعدين تروح تنزل منه الانستول. السورس الثاني الموجود تحته عقب ما تخلص تنزله. هذا في اغلب برامج المكركه، يعني ان شاء الله ما تحتاج سورس ثاني. اي برنامج تروح البحث تحصله موجود ان شاء الله، لان السورس هذا شامل. وانا انصح لا تدخل اي سورس، مو اي سورس تشوفه تنزله لان احتمال يسوي لك مشاكل. هذا الحين نزل عندنا السورس الهاك، نروح سورس الهاك ننزل حبتين، تشوف انستول 4، تضغطه وتسوي له انستولز 4، تسوي له انستول، تنزله عندك. راح تحصل ايقونته عندك على الايفون الخضراء السهم. وانا انصح مو اي سورس تضيفه، السورس اللي اوكي يعني ثقه وكذي من واحد ثقه تنزله، لان السورسات كثرتها تسوي مشاكل وتتعب السيديا. وهذا الشرح اللي عندي، وان شاء الله اكون وفقت في الشرح وعلمتكم شلون طريقه تضيف السورس. سهله جدا. سورس اد وتدخل السورس وتعطي اد سورس. هذا الشرح اللي عندي، وإن شاء الله أكون وفقت فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشكور على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.